أعزائي الشباب المصري والعربي في كل مكان. الاي بي سي بتشجع كل آه، ما يدعم شباب الإعلاميين. كنت سعيد جدا لما أطلقوا عليا رائد شباب الإعلاميين العرب، وأن أنا أقل بكتير من إن أنا يتقال عليا رائد شباب الإعلاميين العرب، بس الأمانة يعني أنا كنت مبسوط باللقب لأنه حاطيني قدام مسؤوليه، وهي دعم الشباب في مصر والوطن العربي. اي بي سي داعمه للشباب والموهوبين في الاعلام في كل مكان في مصر والوطن العربي. الاستاذ الوتيدي، الاعلامي المحترم الوتيدي الفولي، آه، يمكن احنا يعني ما تعرفناش ببعض على معرفه شخصيه كبيره، لكن انا متابع دوره في اعلام الخير. اعلام الخير فكره جميله، فكره هادفه، فكره داعمه للشباب. وبما ان هي فكره هادفه وجميله وداعمه للشباب، اي بي سي معاها على طول. انا اكون سعيد جدا ان انا احضر الايفنت بتاع 22 نوفمبر في ساقية الصاوي اللي بترعاه وبتنظمه اعلام الخير برئاسة الاعلامي المحترم الوتيدي الفولي. والاي بي سي يعني من دلوقتي يعني بتقول وبتوعد كل الشباب الحاضرين كلهم بلا استثناء، الاوائل والغير الاوائل المتميزين، طالما انت وصلت للفاينل والنهايه يبقى انت حد متميز. كل المتميزين واللي يستحق انه يكون في الاي بي سي، سواء بقى تدريب او سواء نعمل له برنامج او سواء يعني حسب كل واحد وظروفه وحماسه وشطارته وتميزه. سعيد جدا بوجودي في هذا الايفنت. تحياتي للاعلامي المحترم وتيدي الفولي، ولكل مجموعه المنظمين في اعلام الخير. اي بي سي داعمه لاعلام الخير وداعمه للايفنت 22 11 في ساقية الصاوي. وهكون سعيد جدا بوجودي في وسط كوكبه محترمه من الاعلاميين الزملاء في القنوات والشركات المختلفة. ويعني النهاردة بنقول